إلا كنتي كتذبح الحولي وما كتركعش عرف راسك راك شاري اللحم وبايع الدين. فيقا بنادم راه دم الحولي ما كيمسحش وسخ الذنوب وانت ناسي مول الحولي. اجي نهضرو نيشان بلا زواق بلا نفاق بلا كذوب. العيد في الاسلام راه سنة مؤكدة، يعني عندك باش تعيد غادي تعيد، ما عندك شرع الله تعالى اللي خلقك مسامح لك. ولكن في المغرب الآية مقلوبة. الصلاة اللي هي الركن الأول واللي نميكين عليها، الزكاة اللي فرض نسيناها، ولكن الحول رديناه هو الركن السادس. كاين اللي يبيع حوايجو يسعى ويدلل قدام الناس، علاش؟ ماشي حيت باغي الاجر، ولكن حيت خايف من النظرة ديال الجيران والنظرة ديال الناس، وخايف خايف لي يقولوا هاد فلان ما عيدش، هاد فلان ما ذبحش، هاد فلان ما فرحش ولادو، ولا فلان ما ذبحش. وليتي كتعبد نظرة الناس، وليتي كتعبد الهضرة ديال الناس، ونسيتي رب الناس. اكبر مصيبة ولينا كنشوفوها هي هاد الكريديات الدريويش مسكين جيبو نتقو كيمشي يغرق راسو في الريبة والحرام باش يشري كبش باش يتباهى بيه قدام الناس. واش كيحساب ليه الله تعالى محتاج لديك الفلوس الحرام؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم. التقوى هي تتقى الله وتخاف منه وما توكلش ولادك الريبة. ماشي تعمر الثلاجة باللحم المشري بالدل وشاري الحولي بالكريدي وكتسنى البراقة، راه شريتي غير الهم والأجر طار نهار سنيتي الورق. كتلقاه نهار العيد لابس جبادور هاز موس وراه شريحة ب50 درهم كيقول بسم الله، هو اصلا ما راكعهاش من رمضان. واش كيضحك على راسو ولا كيضحك على عباد الله؟ العهد اللي بيننا وبين الله هو الصلاة. بلا صلاة داك الحولي غير زردة وشوا والتعمار للكرش، ما فيه لا تقوى لا دين لا حاجة غير الخابات. وزيد عليها الأخلاق. دابا حولي تساوي 100,000 ريال، هو مخاصم مع خوه على 4000 ريال وقاطع الرحم ولسانه ماضي بالسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إلا كان جارك ما سالمش من نابك ووسخك راه ذبيحتك ما فيتاش سقا في دارك. هاد الرسالة للدريويش اللي باغي يزير راسو ويقهر راسو باش يوكل ولادو الحرام. راه النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبش عليه وعلى من لم يضحي من أمته. الأجر واصلك بلا ما تدل راسك وبلا ما تشفر وتوقع راسك في الحرام. الدين يسر والله ما كيبغيكش توقر راسك على المظاهر الخاوية. العيد الحقيقي هو نهار ترجع للصلاة وتجمع عائلتك وتفرح باللي قسم الله، لو غير بقصرية ديال الطعام ولا بغير بالخبز واتاي. المهم هي انك تفرح وليداتك بما قسم الله وفي الحلال. راه القبر ما فيش شحال وزنات الدوارة، فيه غير واش صليتي واش تقيتي الله في مالك وفي ولادك. هضرة قاصحة وحارة وكتحرق، ولكن كتحرق غير اللي فيه النفس. اللي باغي الفلاح راه الصلاة والأخلاق هي اللي كتدخل الجنة، ماشي القرون والتباهي. إلا كان عندك باش تعيد عيد، حنا ما حرمناكش، ولكن إلا ما كانش عندك باش تعيد وباغي دير راسك في الدل وباغي دير راسك في الربا والحرام وباغي تدخل في حرب مع الله والرسول صلى الله عليه وسلم، عرف راسك غير كتخربق. إلا عجبك هاد الكلام وضربك لنفسك وحرك فيك شي حاجة، بارطاجيه مع خوك ولا صاحبك اللي غارق في الغفلة وباغي يعيد بالريبة. العيد الحقيقي هو نهار يرضى لك الله، ماشي نهار يرضاو عليك الجيران. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.